السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من لستة جديدة، لستة What is the meaning of OB. تخيلوا كده معايا، بدل ما كنا بنقعد نكتب خطوات وتفاصيل كل حاجة في البرنامج زي ما كنا بنعمل بالطريقة التقليدية بتاعتنا، في طريقة جديدة ظهرت في البرمجة إن إحنا بتخلينا نفكر بشكل مختلف تماما. الطريقة دي اسمها إيه؟ اسمها ال OB. ببساطة كده كنا الأول بنتعامل مع الكود كخطوات منفصلة تماما، فبدل ده بقينا نفكر للكود ان هو عبارة عن كائن، زي الحاجات طبعا اللي بنشوفها في حياتنا اليومية زي العربية او الموبايل. فكل واحد من دول له صفات زي اللون او الحجم، وله افعال زي العربية بتمشي او تقف. فانت بدل ما بتكتب الكود مرة ورا مرة، بتعمل زي قالب او تصميم لكل حاجة. بعد كده بقى بتقدر تستخدمه في حاجات مختلفة، زي انك تعمل قالب للعربية وتقدر تدي للعربية دي لون وموديل وحاجات طبعا تانية كتير. الOOP أو البرمجة الكائنية دي بتعتمد على فكرة بسيطة أوي بس قوية في نفس الوقت. فكرة إيه؟ فكرة الكائنات أو الأشياء. يعني بدل مثلا ما أكتب الكود كله كخطوات منفصلة، بقسمها لكتل صغيرة وكل كتلة بتمثل لي كائن. يعني إيه؟ بص عشان نفهم أكتر، تخيل كده معايا لو أنت بتصمم ابلكيشن إدارة محل بيع عربيات، فأنا بدل ما أكتب تفاصيل كل عربية مرة واتنين وتلاتة، ممكن أعمل كلاس. يعني إيه؟ نموذج للعربية، زي كده ما يكون بالنسبة لي قالب جاهز. فمثلا يعني الكائن بتاع العربية ده هيكون ليه صفات زي اللون والموديل والسعر، وكمان هيكون ليه أفعال، حاجات بيعملها زي ما قلنا إن هو يشتغل أو يقف. وبعدين بقدر أستخدم القالب ده عشان أنشئ عربيات كتيرة قوي بسهولة ومن غير ما أقعد أكرر الكود. طب ايه هي الكلاس؟ تخيل كده معايا ان الكلاس ده هو التصميم الاساسي لاي كائن. يعني لو قررت اعمل كلاس مثلا للعربيه، فحدد العربيه دي هي اللون بتاعها، السرعه، الموديل، عدد الابواب. فالكلاس ده في حد ذاته مش كائن خالص، هو مجرد وصف او تصميم. بكون عامله رسم مثلا توضيحي للعربيه، بوضح فيه كل التفاصيل بتاعتها اللي بتخليها طبعا مميزه. لكن لما بستخدم الكلاس ده وانشئ منه كائن، ساعتها بقول اننا انشأنا اوبجكت من الكلاس ده. يعني لو اخدنا وبدأنا نبني العربية، فكل عربية هيكون ليها الصفة الخاصة بتاعتها، بس كلهم في الحقيقة مبنيين على نفس التصميم. فببساطة الكلاس ده هو القاعدة، اما الكائنات هي المنتجات النهائية اللي انا بستخدمها في البرنامج. فتخيلوا كده معايا ازاي الOOP بتساعدنا ننظم الكود بشكل جميل وسلس. طب ايه الفرق بين الكلاس والاوبجكت؟ الموضوع بسيط قوي، ما فيهوش اي حاجه. الكلاس ده هو التصميم. يعني ايه التصميم ده؟ يعني هو الشكل العام او الخريطه اللي انا بستخدمها. يعني تخيل كده ان انا عايز اصمم عربيه، الكلاس ده هو الوصف اللي فيه كل التفاصيل بتاعتي، شكل العربيه، لونها، سرعتها او عدد الابواب بتاعتها. اما الاوبجكت بقى هو النسخه الحقيقيه اللي انا بنشئها من التصميم ده. يعني لو عندي كلاس عربية، هقدر أنشئ منه عربيات كتير، مثلا عربية زرقاء بطيئة، عربية حمراء، عربية جديدة بمواصفات تانية. كل عربية من دول هي اوبجكت بس مختلف، بس كلهم معمولين من نفس التصميم اللي هو الكلاس. ففكر بقى ان الكلاس ده هو كأنه النموذج، والاوبجكتس هي الكائن، العربيات اللي بتطلع منه المصنع. وكل عربية ليها صفاتها المختلفة، بس كلهم مبنية على نفس القواعد. وبكده الكلاس والاوبجكت بيكملوا بعض. فالاو بي دي بتخلي التنظيم الكود بتاعي بيكون سهل ومرتب جدا. ازاي؟ كأني مثلا ببني مدينة كاملة، وكل مبنى ليه تصميم الخاص، بس هما في الحقيقة كله شغال مع بعض. طب يلا بينا نتكلم عن مكونات ال OOP الرئيسية. أول حاجة الكائنات اللي هي الأوبجكت اللي احنا لسه متكلمين عنها. الكائن هو نسخة من الكلاس. تتخيل كده إن أنت عامل قالب لتليفون، القالب ده هو الكلاس. الكائن هنا هو التليفون معين زي مثلا اللي في إيدك دلوقتي. يعني لو عندي كلاس لتليفون، هقدر أعمل اوبجكت مختلفة زي ايه؟ تليفون ازرق بمواصفات معينة، تليفون احمر بسعر مختلف، تليفون بشاشة كبيرة، اي حاجة. كل تليفون من دول هو الاوبجكت
بس مختلف، بس كلهم معمولين على نفس الكلاس. يعني ممكن نقول ان الكائنات دي هي النسخ الحقيقية من القالب، وكل واحد ليه صفاته المختلفة. وبكده الكائنات بتخلي البرمجة الكائنية اللي هي الاو بي سهلة، وانك ممكن تنشئ كائنات جديدة بسهولة من نفس القالب وتعدل عليه حسب احتياجاتك. فتخيل كأنكم بتعملوا نسخ من التليفون، وكل تليفون كل واحد فيهم ليه مميزات خاصة بتاعته. دلوقتي هتكلم عن الوراثة. الوراثة دي خاصية مميزة قوي في او بي، دي بتخليني اعمل كلاس جديد بناء على الكلاس اللي موجود عندي. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي كلاس اسمه عربية هقدر استخدمه كقاعدة واعمل منه كلاس جديد مثلا اسمه عربية سباق. ازاي؟ يعني مثلا عربية السباق هتكون ورثت كل الصفات اللي موجودة في الكلاس اللي هو بتاع العربية العادية، يعني اللون وعدد الأبواب ونوع الموديل ايه هو. لكن عربية السباق هضيف فيه بس شوية مميزات إضافية، زي مثلا السرعة العالية أو شكل العربية عاملة ازاي. تخيل كده إن أنت مثلا بتعمل عيلة من العربيات دي. العربية العادية هي الأب أو الأم، وعربية السباق هي الابن، اللي طبعا هتكون ورثت كل الصفات الأساسية من الأهل، لكن طبعا مع شوية تحسينات كده جديدة هتخليها مختلفة ومميزة. وبكده الوراثة بتخلي البرمجة أكتر تنظيم وكفاءة، لأنك مش محتاج طبعا تعيد كتابة نفس الصفات تاني، بس بتضيف حاجات جديدة. فتخيل كده لو كل العربيات في العيلة ليها صفات مشتركة، لكن كل واحدة منها عندها الطابع الخاص بيها. حاجة تانية موجودة معانا اللي هي البوليمورفيزم. ايه هي البوليمورفيزم؟ هي خاصية جميلة قوي في البرمجة الكائنية اللي هي الاو بي، بتخلي الكائنات اللي هي الاوبجكتس تتصرف بشكل مختلف حسب السياق. يعني ايه؟ يعني تخيل مثلا عندك كائن عنده القدرة انه يطبع جملة معينة، بس المفاجأة هنا ان نفس الكائن ده ممكن يطبع الجملة بشكل مختلف في كل مرة، وطبعا ده بيكون على حسب نوع الكائن. مثلا يعني لو عندك كائن مثلا كلب، هيقول له اطبع لي الصوت بتاعه، هيقول الصوت بتاعه. ولو عندك مثلا القطة هتقول لها نفس الأمر، هيقول الصوت بتاعها. يعني الكائنات بتستخدم نفس الطريقة، بس طبعا النتيجة مختلفة حسب نوع الكائن بتاعي. فبكده البوليمورفيزم دي بتخلي الكود بتاعي أكتر مرونة، لأن أنا ممكن أتعامل مع الكائنات بطريقة موحدة بس بحصل عليها على سلوك مختلف. فتخيل كده ان انت بتتكلم مع مجموعة حيوانات، وكل واحدة فيهم عندها الطريقة الخاصة في التعبير، بس كلهم في النهاية بيتواصلوا معاك بنفس الأسلوب. فالجميل فيها دي ان انا اقدر اضيف كائنات جديدة بسهولة، وبخليها تتصرف بالشكل اللي يناسبها هي من غير ما اغير في الكود الاساسي. فعشان أأكد المعلومة كده معاك، خلينا نتخيل إن إحنا شغالين على برنامج عشان مثلا أدير كشك فاكهة. فكل نوع فاكهة عنده مواصفات معينة، عنده اللون، حجمه، السعر. أول حاجة عشان أقدر أعمل ده، هعمل كلاس اسمه الفاكهة وأحدد فيها الصفات دي. يعني هيكون عندنا وصف عام لكل الفواكه. بعدين أقدر أعمل objects اللي هي الكائنات مختلفة من الكلاس. يعني مثلا عندي تفاح هيكون له صفات اللون والحجم والسعر، المانجا اللون والحجم والسعر. وبكده احنا انشأنا كائنات مختلفة تعبر عن كل نوع فاكهة، وكل واحدة ليها صفاتها الخاصة. يعني لما نكون عاوزين نتعامل مع التفاح هنستخدم الاوبجكت بتاع التفاح، ولما نكون عاوزين نتعامل مع الموز هنستخدم الاوبجكت بتاع الموز. وبكده النظام يبقى مرتب وسهل، ممكن نضيف كمان أنواع فواكه جديدة في أي وقت. طب ايه هي مميزات الاو بي؟ اول حاجه ان انا هقدر اعيد الاستخدام. واحده من مميزات الاو بي ان انا اقدر اعيد استخدام الكود بسهوله. يعني لو عملت كلاس للعربيه ممكن اقدر اعمل منه عربيات كتير جدا من غير ما اقعد اعيد نفس كتابه الكود كل شويه. كانك بالظبط عندك القالب ده، وكل ما احتاج العربيه جديده استخدم نفس القالب وبتطلع منه عربيه جديده. تاني حاجة ان انا اقدر اعدل بسهولة، ان انا لو عايزة اغير حاجة في العربية، اضيف حاجة جديدة، بعدل في الكلاس العربية، وكل العربيات اللي معمولين من الكلاس ده هيتغيروا تلقائي.
فمش هاحتاج أغيّر كل عربية لوحدها، فكله هيبقى متسهّل معايا. تالت حاجة إن أنا هاقدر طبعًا أنظّم الكود، الOOP بتساعدك إن أنت تنظّم الكود بشكل منطقي وسهل، بدل ما الكود يبقى كله متلخبط. الOOP بتقدر تقسّمه لكائنات، وكل كائن ليه صفات وحاجات هو بيعملها، كإني بالضبط باعمل نظام كل حاجة في مكانها، ورابع حاجة إن أنا باقدر أتعامل مع البرامج الكبيرة، لمّا بيكبر المشروع بتاعي بيبقى من السهل أوي إن أنا أتعامل مع الOOP لإنها بتخلّيك تقسّم المشروع لكُتل أصغر وأسهل. يعني مثلًا لو شغالين على application كبير هتقدروا تقسّموا لكائنات، هنقسّم الapplication ده لكائنات، وكل كائن بيتعامل مع جزء معيّن، وبالتالي كل واحد بيعرف يشتغل على الحتّة بتاعته من غير ما يحصل التباس. فالOOP بشكل ملخص كده يعني هاقولها لك في كلمتين بالضبط، الOOP بتشبه الطريقة اللي إحنا عايشين بيها، إن الحياة بتاعتنا دي منقسمة لأشياء وكائنات برضه مختلفة، مثلًا عندنا العربية والموبايل والكتاب، كل حاجة فيهم هي فيها صفات معيّنة وأفعال. البرمجة برضه فيها نفس الكلام ده، بنقسّم كود البرمجة برضه لكائنات لها صفات وأفعال، وده بيسهّل علينا تنظيم الكود، بيخلّي طبعًا الكود يكون مرن معايا، فأنا لو عايزة أطوّر برنامج أو أصلّح حاجة فيه بتكون العملية أسهل بكتير، لإن كل جزء من الكود هو مفصول وواضح. فالOOP مش بس هي بتساعدني إن أنا أكتب كود، لأ هي كمان بتساعدني إن أنا أفهمه وأتعامل معاه بشكل أفضل وأحسن. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص لحد دلوقتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.